مساء الخير. اهلا بيكم في حكايات مصرية. القصة المرة دي قصة سناء. سناء دي كانت موظفة في وزارة السياحة، كانت معاها دبلوم تجارة، وكان هي واحدة في أسرة كبيرة عندهم بيت في عين شمس، والبيت ده كان المفروض ان هو ملك ليها ولإخواتها. المهم جت سناء قالت انا مش هستنى ابقى دبلوم تجاره، طب انا هقدم في معهد التعاون. قدمت وهي طالبه وهي موظفه في وزاره السياحه، وفعلا دخلت معهد التعاون وخدت بكالوريوس معهد التعاون، بقى معاها مؤهل عالي. وفي وسط ما هي كان ليها اخت كبيره كانت حاقده عليها شويه، بتغير منها. اختها دي كان ليها اولاد، وهي كانت مربيه اولادها تحبهم اكنهم ولاد اختها. المهم اتخطبت سناء، الواد كان اسمه وحيد، وراح خطبها وخلاص وجاب لها الشبكه وكله. واختها بقى ايه اللي بتغير منها دي، بقت تكلم وحيد ده وتقول له السناء دي مش كويسه، السناء دي انسانه انانيه وانسانه مش كويسه، ونصيحه مني ما تاخدهاش. لا انت اختها اللي بتقولي كده؟ قلت لها بنصحك انت حر. المهم مره في مره هو كان بيحب سناء. سناء كانت جميله، كانت عينين عسلي وشعر استنائي بس مفلفل كده، وكان جسمها ممشوق جميل. المهم هو كان بيحبها قوي. فلما اختها بدات، اذا كان اختها بتقول عليها كده، كان ليها خال ده كان راجل طيب قوي. قال لي يا ابني ما تسمعش كلام حد، البنات بيغيروا من بعض. قالوا لا انا مش هاخدها، وراح فسخ الخطوبه وقال لها اديني الشبكه. اتخانقوا اديته الشبكه، وفضلت سناء قاعده من غير جواز لغايه لما وصلت حاجه و50 سنه. ووحيد ده اتجوز وخلف، هو مازال بيحبها. وسناء دي كانت صاحبتي قوي، وانا كنت صاحب وحيد كمان. رايك يا وحيد لسه بتحبها؟ قال له لما اجيب لي سيرتها، عشان خاطر انا كل ما اشوفها قدامي بقول ايه اللي حصل. اختها دي مش كويسه. وماما في النهايه ولاد اختها ما زالوا بيتصلوا بسناء خالتهم، لكن هي كارهه اختها دي عمى. المهم في النهايه لما وصلت 52 سنه قالت انا لازم اتجوز، انا مش هقعد كده. البيت اللي هي ساكنه فيه كانت واخده شيء، كانت هي ليها شقه تمليك بتاعتها، كان ليها اخ معوق بدات تخليه معاها. قالت هو ده اللي خليه معايا اهو اسمه اخويا. المهم اتجوزت واحد من وزاره السياحه برضه. الراجل ده كان متجوز قبل كده ومخلف 3 عيال. المهم اتجوزها، وجه يوم الدخله لم يكتمل الدخول بها. في ايه يا احمد؟ قال لها مش عارف، كل ما باجي جنبك بحس ان انا خايف. خايف من ايه؟ انت مش راجل؟ قال لها لا مش راجل. ليه؟ مش عارف. هي بدأت تقول بقى ايه، ده اختي عامله لي عمل، ولا اتجوز وحيد ولا اتجوز اي حد، واللي اتجوزته حتى ما ايه مش قادره اعيش معاه. يا ربي اعمل ايه في دنيتي؟ اطلع منك اي منظر، اعمل زي الرجاله ما بيعملوا. قلت له قال لها مش قادر عليك. المهم بقت سناء اتجننت خالص، قالت بقى انا انتظر 52 سنه واجي على الجواز. قال لها انا اتجوزت مش. قال لها اصل انا كان عندي السكر. قالت له ما انت خلف 3 عيال. قال لها السكر جالي خلاني ما بقاش عندي اي قدره على مجامعه اي واحده.
واتجوزتني ليه؟ قال لها اتجوزتك عشان تلاقي حد يدفنك لما تموتي. حتى كان رده سخيف قوي، يدفني لما اموت وانت مستني لما اموت عشان تورث يعني؟ المهم كان في الفترة دي كان جالها، بدأ يجيلها كانسر. كانت منظرها يا عيني من اللي قاسيته في حياتها، من خطبتها الوحيد وخلافته مع اختها، وخالها بقى عمال يقول لها، وكان ليها اخ مسافر بره في ايطاليا، اخوها بقى يقول لها ما تزعليش يا سناء. قالت له ما ازعلش ازاي وانا حتى اللي اتجوزته انا كان نفسي اتجوز ولو ليله واحده. لم تتم هذه الليله وطلقت سناء من احمد وعاشت مع اخوها. قالت له انت كنت جاي تتجوزني عشان تورثني؟ طب ما اخويا اولى الغلبان ده. والشقه اللي هي كانت واخداها تمليك كتبتها لاخوها بعد ما وفاتها. وفعلا ما مرش سنه وتوفت سناء، والشقه ورثها اخوها الغلبان. وانا كنت بتكلم التليفون معرفش انها ماتت، فاخوها رد عليا قال لي اختي ماتت وكتبت لي الشقه. هي كانت قايله لي ان اخويا ده غلبان وايه اخواتها التانيين كانوا عايزين ياخدوا الشقه منه. هي عارفه ان اخواتها مش هيسيبوه، فكتبت له الشقه لي هو، وعاش وقالت ده اولى واحد ان هو يورثني. وانا خلاص انا بقيت ماضي. دي كانت قصه سناء اللي اختلفت مع اختها واتجوزت جوازه، مجرد انها جوازه واتحسبت عليها جوازه وخلاص. وماتت بنت زي ما هي، وكانت لسه ما طلعتش على المعاش، كان سنها، وحاولت انها تكتب معاشها لاخوها الغلبان ده. ف مش عارف ان هي قدرت ولا ما قدرتش، لان لازم تثبت ان هي هو ليه دخل من اسرته وكده، فما كانش ينفع انها تديله معاش، هي اديته الشقه. وكان دي قصه سناء اللي بتاعت قصه النهارده، اللي توفت وسابت حاجتها لاخوها.